السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا فيديو روتيني اول يوم المدرسة. هتقولي لي ايه يا ياسين لسه فاكرة؟ اقول لكم عشان انا ما وديتش ياسين المدرسة اول اسبوع، انا وديته من تاني اسبوع ومش من اول اسبوع كمان، يعني مش من يوم السبت، قلت على يوم الاثنين او الثلاث حاجة زي كده. تمام، من يوم الاثنين وديته. تمام. بس قبل ما ابدا معاكم الروتين، يا ريت ما اشتركش في القناه ينزل يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد. النهارده بقى الروتين بتاع المدرسه. بص، دي مدرسه ياسين. تمام، انا ما وديتوش من اول اسبوع. طب ليه انا ما وديتوش من اول اسبوع؟ عشان طبعا اول اسبوع ده بيبقى زحمه جدا جدا، بيبقى حتى اللي ما بيجيش بعد كده بس بيجي اول اسبوع وممكن يغيب بعد كده. تمام، بس انا ما رضيتش اودي ياسين. ليه؟ لان ياسين طبعا زي ما انتم شايفين حاله خاصه، فانا ما رضيتش ان هو يتوه بين العيال وان هو يتبهدل، يعني لان طبعا انا بدخله، ممكن عشان هو حاله خاصه انا بدخله لغايه الفصل بتاعه وانا اللي بجيبه من الفصل بتاعه. يعني بقيه الاولاد ما بيدخلوش اهاليهم، بس الحالات الخاصه اللي زي ديت بيدخلوا اهاليهم يعني. تمام، بس انا برضو خفت ان انا اوديه طبعا يتوه. اول ما اول يوم المدرسه ده بيبقى بصراحه بيبقى يعني ايه، بيبقى هرجله وكده والعيال بتضرب في بعض. يعني عايز اقول لكم شويه اللي بقعدوا مع ياسين فوق قبل ما المدرس بيجي، والله يعني انا العيال يعني سبحان الله، يعني والله الله يهديهم، الله يهديهم ويصلح حالهم يا رب. بص، نط من الشبابيك وضرب في بعض، كل ده لعب وهزار و... وضرب في بعض ويشدوا التخت ويقلبوا التخت وحاجه وتكلميهم كانك ما بتكلمهمش. يعني انا بس يا ابني عيب يا ابني، ولا عيل عامل لك احترام ولا العيل بيسمع الكلام. الله يهديهم ويصلح حالهم. المهم وديت ياسين المدرسه، وديت ياسين المدرسة بتاعته. طبعا اطمنت عليه وفضلت قاعدة معاه لغاية ما المدرس المدرس ده طلع الفصل وكده. فضلت قاعدة معاه. وده قعدت في تختته وكده. تمام، طبعا ببص العيال وبقول لهم ايه، اخوكوا وصاحبكوا عشان خاطر محدش بقى يضربه، طبعا انا مش قاعدة معاه. فايه ده يا سيدي؟ فالعيال لما بتشوف الام شوية يعني مع ابنها وكده، فهي بتعمل حساب شوية. يعني العيال واخدة الموضوع ببساطة وهزار وكده. تمام، اطمنت عليه وسبته في الفصل بتاعه. وكلمت المدرس عليه برضو وقلت له خلي بالك ده حطه كذا كذا، عشان برضو ما يفكروش ان هو عيل طبيعي وان هو يتعامل معاه على الاساس ده يعني. تمام تمام. المهم وسبته في المدرسة والحمد لله. يعني المدرسة السنة دي عملوها فترتين، فكان الفصول يعني شوية الحمد لله العيال كلها قاعدة. أنا والله الصفات كنت ساعات أروح ألاقي ياسين واقف مش لاقي مكان خالص. وطبعا عشان هو ما بيعرفش يتصرف زي العيال وكده، او يقول عيل قعدني جنبك والكلام ده لا يعني، فبروح الاقيه واقف. فالسنه دي من كتر الزحمه فعملوا المدرسه فترتين. الفترتين دولت يعني الحمد لله والله خففوا العدد في الفصول جدا. يعني حتى الفصل لو مليان بس مش متكبسين على بعض. يعني كنت بلاقي بالخمس عيال قاعدة في التخت السنة اللي فاتت، أربعة وخمس. بس دي لا، العيلين وثلاثة وقاعدين مرتاحين خالص الحمد لله. يعني والله يعني أي نعم الفترة المسائية دي بتبقى فترة يعني تحس إن هي يومها ضايع، بس مش مشكلة. أهم حاجة العيال إيه، قاعدة مرتاحة ومبسوطة. تمام. ان قلت بقى سبت ياسين في المدرسه، قلت اجي اعمل غدا. هنعمل غدا ايه النهارده؟ هعمل وراك زي ما انتم شايفين كده، وهعمل رز طبعا بالشعريه، وهعمل لوبيا وشويه ملوخيه ناشفين. قلت قبل ما ياسين ما يطلع، عشان يطلع ايه قبل ما اجيبه كده يكون يجي يتغدى على طول. تمام، مسكت الوراك بتاعتي طبعا زي ما انتم شايفين. كميه الليمون دي كنت نقعه في ليمون بقى ودقيق وخل وملح وبقى نقعها نقعه حلوه وسايباها في الميه كده وغسلتهم ونضفتهم. كنت نضفهم تنظيف حلو زي ما انتم شايفين زي الفل اهم وبيلمعوا زي الفل. جيت غسلتهم كده وسبتهم ايه يصفوا في المصفى اللي قدامكم ديت. طبعا شطفتهم من الليمون والكلام ده كله وسبتهم يصفوا في المصفى. بص اعمل الشوربه بطريقه حلوه قوي تخلي معاكي الشوربه لون وشكل وطعم وكل حاجه حلوه قوي. تمام، حطيت معلقه سمنه، عندك بقى سمنه بلدي، سمنه هولندي، اي سمنه تحبي تحطيها. تمام، حطيتها تسيح كده واشوح فيها الفراخ. طبعا دي طريقه اللي حابب يعملها، وفي طريقه تانية ال- اللي حابب يحط ميه ويعمل يغلي الميه ويحط يسقط فيها الفراخ. بس الطريقه دي والله بتبقى اطعم واحلى. بص زي ما انتم شايفين كده بتسخني عليها السمنه جامد، بتسخني الحله جامد بحيث انك تحط الفراخ يحصل لها صدمه كده، تحس ان هي ايه، يعني ايه بتحصل لها صدمه عشان تنزلش ميتها كلها. زي ما انتم شايفين كده. وحطيت الوراك بتاعتي طبعا مقطعاها على اتنين، الكبير بقطعه على اتنين والصغير بسيبه زي ما كده، الصغير بسيبه كامل ولو ورك كبير ولا حاجه بقطعه على اتنين. تمام،
مسكت كده رصيتهم، بس مش زي ما بتبقى ماسكه الكاميرا بايد وبعمل بايد، فتحس ان انا ايه بطيئه شويه. تمام، بحطهم كده وما بحطش ميه غير لما ايه يتشوحوا كويس جدا. بص بقى، بحط مكعب مرق في الشوربه. ايه ده، تحطي مكعب مرق في وانت اصلا هتعمليها فراخ اصلا. مكعب المرق ده والله بيخلي الشوربه والاكل عامه ليه طعم تاني. بيدوه لون حلو وبيدوه طعم حلو، حلو قوي. تمام. حطيت طبعا ملح، لان الفراخ دي اصلا ما بتاخدش سوا، يعني مش لحمه، انت مش هتحطي ملح نحس ان هي مش هتستوي، لا. حطيت ملح، حطيت شويه فلفل اسمر. ومعايا بقى بصلات، 3 4 بصلات، ومعايا طماطمايه. عندك جزرية حطي طبعا، تحطي ورق لورا، مستكه، حبان، اي توابل حابه تحطيها انت متعوده عليها وبتحبي تحطيها تحطيها. تمام. بسيبهم كده يتشوحوا كويس جدا، أو بغطي عليهم كده واسيبهم كده على نار هاديه يتشوحوا. تمام. دي معايا اللوبيا. طبعا حطيتها على النار، اسلقها بشويه ميه من غير اي حاجه خالص. بسلقها الاول طبعا، لو نقعتها من قبلها بيوم تبقى كويس، ما بتاخدش معاكي سوا خالص. بصوا هي استوت معايا اهي. تمام. بصوا بقى، هنا بقى الفراخ خلاص انا هضيف عليها ميه. بصوا تضيفي لها ميه سخنه، يعني انت تكوني غاليه حله ميه كده، او عندك ميه في كاتل او اي حاجه او في براد، وتضيفي ميه سخنه على الفراخ. برضو الطريقه بتبقى حلوه قوي، زي ما انتم شايفين الشوربه ولونها. وبصي بقى، عايزه تاكلي احلى فراخ، وطي عليها النار وسيبيها على نار هاديه. الاكل عامه يعني على نار هاديه بيديكي طعم تاني خالص. تمام. لو انت مش مستعجله بقى، بتروح جايه موطيه النار وسايباها مع نفسها. لو انت مستعجله طبعا بتعلي النار، بس انا عايزه اقول لك ان الفراخ اصلا البيضه دي ما بتاخدش سوا خالص، يعني انت على نار هاديه ما بتاخدش وقت وتلاقيها استوت. تمام. هنا بقى كنت سلقت اللوبيا، وهعمل ايه التسبيكه بتاعت اللوبيا. بشرت بصلايه كده وحطيت لها معلقه سمنه. تمام. حابه بقى تحطي زيت، تحطي سمنه بلدي اللي انت حابه تحطيه تحطيه. حطيت لها كده معلقه سمنه، وهسيبها كده ايه تتشوح كده معايا. تمام. قبل ما احط ايه الطماطم بتاعتي. طبعا الشوربه على العين التانية، وسايباها ايه على نار هاديه كده تستوي، عشان اعمل منها ايه، هعمل شويه ملوخيه ناشفين كده، لان في ناس عندنا بتاكلش اللوبيا. تمام. فانا بضطر اعمل لهم شويه ملوخيه ناشفه كده، او شويه ملوخيه خضراء، المهم حاجه يكونوا بيحبوها وبياكلوها. معايا البصلايه كده والطماطم، طبعا انا عاملاها في الخلاط ومصفياها. تمام. بسيب كده تشوح معايا، ومعايا الطماطم اهي، وادي الشوربه اهي لسه طبعا هتغلي كده. هي شربت ميتها، وسبتها على النار هاديه وشربت ميتها، في الاخر زودتها الميه السخنه، وهسيبها كده واغطيها واسيبها مع نفسها لغايه لما تستوي. بصوا بقى، هنا كان الاكل معايا استوى. طبعا انا كنت مسرعه نفسي وانا بصور مع نفسي، ما لحقتش اصور بقيه الخطوات. كنت عملت الرز بالشعريه زي ما انتم شايفين كده. بصوا مفلفل في منتهى الجمال والله، زي ما انتم شايفين كده. شويه رز زي العسل، عايزين يتاكلوا حاف كده. تمام. بص الرز، يكون رزايه لوحديها مفلفله، ويعني بصراحه شويه رز زي العسل. والشوربه بتاعتي طبعا استوت. بص بقى، استوت خالص. طبعا باخد منها بزود الايه اللوبيا. طبعا اللوبيا حطيت البصلايه، حطيت بعدها الطماطم، وما تسبكوا احتاجي احط عليها اللوبيا والتوابل بتاعتي. طبعا حطيت التوابل بتاعتي والملح ظبطته، وفصين توم. صراحه فصين توم بيودوا اللوبيا في مكان تاني خالص، بيخلوا طعمها تحفه يا بنات. جربي كده، حطي توم في البتاع، بيخلوها تمام. وبزودها شوربه بتكمل سواها بالشوربه يعني. تمام. وادي معانا شويه ملوخيه ناشفين، حطيت شويه شوربه طبعا، وعملت شويه ملوخيه بطماطميه بفلفل، وعملت لها طشه. وصراحه كان الاكل كله طعمه زي العسل والله، زي ما انتم شايفين كده الجمال. واللوبيا ولونها الحلو. حابه تحطي معلقه صلصه تغمقي، تمام، احنا بنحبه كده الصلصه كده. تمام. واتغدينا، ورحنا فين؟ رحت اجيب ياسين من المدرسه. طبعا يسناش المسائي وكده، فاحنا بجيبه يعني ايه على العصر كده، يعني على الساعه 4:30 ولا 4 كده. تمام. رحت كده اجيبه من المدرسه. اما يجي بقى برضه ياسين بيعشق الملوخيه، يعني الملوخيه بالعيش او بالبتاع طبعا ايه. يعني ما بيشوف ملوخيه محطوطه كانه شاف، يعني لقى حاجه، لقى فرح بيحبها قوي. وهنا الفيديو بتاعنا كان خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع السلامه.